تصور أنت الإنسان في الغرب من الصباح إلى الليل هو يكدح 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 يكدح، وبعدين يرجع ينام تعبان، ما إله خلق، لا علاقات إنسانية، لا زيارات، لا تراحم، لا صلة رحم، لا بر بوالدين. العلاقات الإنسانية تكاد تموت. يعني شنو؟ يعني حضارة قائمة على جعل الإنسان مجرد أداة وآلة ميكانيكية تعمل ليلا نهارا. هذا مرفوض في نظر الدين. الدين يدعو إلى حضارة، لكن حضارة قائمة على مبدأ الأخوة الإنسانية، إنما المؤمنون إخوة. مساك الله بالخير سيد. بس دون واتسابي أنا اللي رسلت لك يوم قطعوا على الطلبة ما جاوبني، وما زلت محتفظ، وانت قلت لي لعله عندكم أمر آخر. إيه قلت لك إيه، ويدعو له أخوة سيد له، ما أشوف وكلاء أي أخوة سيدنا سيد. اللي خايف واللي بيجامل والمنافق واللي انت تعرفهم بيجيك بعنوان وبيكتب لك أسماء وكذا، هذا لأنه منافق، هذا لأنه خايف. زين، مو مطلوب غير حق، مو لنفسي. أنا وكيل عفن، ما أبغى من عنده شيء. أنا إلى تطبيق هذا الكلام. تطبيق هذا الكلام مو موجود عند الوكلاء، مو موجود. ما شفت تفاعل، لا مكتب، لا مهدي كربلائي، لا من درويش، لا وكيل مطلق، لا وكيل خاص، لا وكيل ده. عرفت سيدنا؟ يدعو للأخوة.